بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اليوم رجعت لكم بوصفة البيتزا رولي بطريقة سهلة وبنة هايلة. حتجي معكم العجينة خفيفة. نروح نشوفوا على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. واش نحتاج هنا؟ عندنا مغرف كبيرة تاع الخميرة، معها مغرف تاع السكر، عندي مغرف تاع الملح، عندنا 4 مغارف تاع الزيت، وبياض بيضاء، علبة تاع ياغورت طبيعي، عندنا 300 مليلتر تاع الحليب والفرينة. اول حاجه راح نبداو نحطوا الخميره والسكر، وراح نضيفوا عليهم 300 مليلتر تاع الحليب اللي هو كاس وربع. هنايا الحليب يكون دافي كامل، يكونوا بحراره درجه المطبخ. وراح نضيف عليهم 4 مغارف تاع الزيت والعلبه تاع الياغورت. حنخلطوا كامل هذه المكونات مع بعضهم. وراح نضيف هنايا بياض البيضه، وراح نضيفوا الفرينه ونضيفوا المغرف تاع الملح مع الفرينه. حنخلطوا كامل المكونات مع بعضها. هنايا الفرينه، انا الفرينه دات لي 700 غرام، وانت على حسب الفرينه كاينه اللي تشرب ممكن تدي لك اكثر وممكن تدي لك اقل. انا هنايا درت كملت بالفرينه. انا بعد من كملها في البول حطيت الزيت، ندهنوه بالزيت وندهنوا سطح العجينه تاعنا بالزيت، ورايحين نغلفوها بسلوفان ونخلوها تريح. هنايا ساعه، انا خليتها ساعه، بعد ساعه اختمرت على هذا الشكل. هنايا راح نهبط الخميره بهذه الطريقه، ورايحه انا هنا اللي تحب ديرها خبزه واحده كبيره تقدري. انا هنا راح نقسمها على زوج، كما تحب ديريهم صغار، كل واحده يرجع الاختيار ليها. انا هنا راح نديرهم زوج خبزات نتاع البيتزا. راح نكورهم بهذا الشكل. ورايحه هنا اللي تحب ترش الفرينه، كيما هنا العجينه تاعي انا ما تلصقش، وانت اذا خفتي تلصق لك تقدري ترشي الفرينه وتحلي العجين تاعك. هنا انا راح نحل العجينه الكويره الاولى كامل، نحلوها رقيقه هنايا عشان نزيدو نخلوها تخمر، وراح تضاعف الحجم تاعها. هنايا عندي اصوص تاع الطوماط عاديين نديروها للبيتزا. طيبت هنايا رابيت طماطم وطيبته مع الثوم، ودرت له الرند والزعتره والملح والزيت، وقطعت له الزيتون بهذا الشكل. وهنا عندي علبه تاع طون تاع زيت. كيما هنا الحشو كيما دائما نقول لك يبقى اختيارك، كيما تحبي ديريها تحبي ديريها حتى الحشو تاع الشكشوكه. وراح نضيف هنايا الكزبر، واللي تحبي ديري المعدنوس. عندي فرماج رابي ثاني، تحبي تكثري الفرماج تكثري. انا هنايا راح ندير كميه قليله. ورايحين نرولو البيتزا تاعنا بهذه الطريقه. هنايا ماناش راح نرولوها كامل، راح نخلو هذا الجزء، ورايحين نجيبوا الجراره تاع اللي نحلو بها القريوش، ورايحين نعملوا خطوط بهذا الشكل هنا باه تعطينا منظر زين. راح نحتاجوا هذه العجينه من الاخر، راح نحي هذا المرصو تاع العجين بهذا الشكل، ومن بعد راح نحتاجوه. راح هنايا نجيبوا هذا الاطراف اللي كنا قطعناهم بالجراره بهذا الشكل، نلصقوهم من تحت، ونجيبوا هنا العجينه تاعنا وراح نلصقوه كيما نديروا في الكعكات. وهذيك العجينه اللي كنت حليتها وراح نقطعوها بنفس الطريقه، وراح هنا نغلفوا بها هذاك باه ما يبنش هذاك الفراغ. وهنا راح نديرهم في بلا يدخل الفرن، ورايحين نخلوهم يخمروا باش ندخلوهم. خلوهم هاد 10 دقائق ربع ساعه يتضاعف الحجم تاعهم. وهنا بعد ما يتضاعف الحجم تاعهم دهنتهم بصفار بيض، زدت له الحليب ورشيتهم بالسينوج والجلجلان. هنا راح ندخلهم للفرن يطيبوا. ندخلتهم عادي كيما ندخلوا لاقوى درجه عندكم في الفرن، نعسوهم كي يطيبوا من تحت نشعلوهم من فوق. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. هاي البيتزا تاعي واجده، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. جات هايله، جات خفيفه. سلام، الى الملتقى مع فيديو جديد.